العنوي منح الاطمئنان بوسط الميدان. كانت بعض الشكوك تحوم حول ما سيقدم رجل الوسط الجديد نائل العنوي في أول مشاركة له بالأدغال الإفريقية، وتحديدا في مباراة زامبيا اليوم التي انتهت لصالح الأسود بهدفين نظيفين من توقيع الهدافين يوسف النصيري وحمزة إيغامان. وفاجأ العنوي نجل الأسطورة المغربية في رياضة التنس يونس العنوي بما أظهره في المباراة أمام منتخب الرصاصات النحاسية، حيث منح توازنا واطمئنان بوسط الميدان، بل كان مؤثرا ودوره النشيط في الوسط حرر زميله سفيان أمرابط من الضغط الكبير الذي كان يتحمله في كثير من المباريات دون أن يكون مساندا بلاعب وسط استراتيجي يجمع بين الدفاع والهجوم وصناعة اللعب.